انا فضلت انزل باستمرار على اليوتيوب لمدة 3 شهور لحد ما لقيت مفيش نتيجة ظهر على اليوتيوب او على الفيديوهات بتاعتي، لحد ما اكتشفت 6 اخطاء كنت بعملهم. في الفيديو ده هقول لك ايه ال6 الاخطاء بتوعي اللي كنت بعملهم، وبرضه عشان تتجنبهم انت خالص من ال6 الاخطاء دي. وبرضه لو انت بتبدأ محتوى جديد او فيديوهات جديدة، تابع الفيديو للاخر عشان تقدر تتجنب ال6 الاخطاء بتوعي اللي كنت بعملهم، لان ال6 الاخطاء دول قعدوني 3 شهور. اي واحد منشئ محتوى بيقدم قنوات زيي، تمام، في ال3 شهور او ال4 شهور دول ممكن كان عمل رقم عدى مثلا ال1000 مشترك، لكن انا لحد الان ما كملت ال200 مشترك. وبرضه لو مش مصدق، خش على القناة وشوف انا ما كملتش ال200 مشترك. في الفيديو ده هقول لك كل الاخطاء وازاي تحلها، وهقول لك الحل بتاعها. وتابع الفيديو للنهاية عشان ما توقعش في نفس الاخطاء اللي انا وقعت فيها. ويلا بينا نشوف الاخطاء اللي كنت بعملها، يلا بينا. اول خطأ يا جماعة، ما كنتش بتخصص في محتوى واحد. وبرضه يا جماعة هوريكم كل حاجة بالتفاصيل وفي القناة نفسها اللي انا شغال عليها دلوقتي. يعني ما كنتش بتخصص في محتوى واحد، يعني كنت مثلا مرة انزل فيديوهات عن كذا، مرة عن كذا. دلوقتي هوريكم دلوقتي بكل حاجة بالتفاصيل. تعالوا كده يا جماعة، تمام. لو جينا عند الاقدم مثلا، تمام، هنلاقي كتير عندنا محتوى كتير مش متخصص فيه. اول حاجة عندنا افتتاحية القناة، تمام، دي ممكن نعديها شوية. تاني حاجة عندنا طريقة ازالة جميع الاعلانات، تمام، برضو في نفس المحتوى بس مش قوي. تمام. طب ايه اللي دخل الواتساب والانستجرام ويوتيوب؟ وانا كان تخصصي اللي هو الربح من اليوتيوب او مشاكل اليوتيوب بمعنى الكلمة. تمام. بعد كده دخلنا على التيك توك اللي هو كيف انزل فيديوهات من تيك توك. بعد كده من احاول فتح الهاتف، معرفش ايه الكلام ده. تمام. وبعد كده برضو ارسال الصور والفيديوهات اللي هو برضو واتساب وانستجرام وبرامج معرفش الهوك اللي اسمه ده اللي قفل التطبيقات والهاتف. وقال شروط الربح ومعرفش باسورد الواي فاي وكود وافضل 5 تطبيقات لقفل الموبايل. يعني ده كله كانش تخصص واحد. لكن بصوا يا جماعة، لما بدأت اتخصص في محتوى واحد، نجيب الاحدث كده، ده كله في تخصص واحد. بدأت القناة تتحرك شوية والمشتركين تزيد عندي شوية، لكن واحدة مع واحدة هتلاقي مشاهدين والمشتركين بيزيدوا. طب اعمل ايه يا امير لو واجهتني المشكلة دي وانا غلطت مثلا وما تخصصش في محتوى واحد من اول الشهر؟ تمام. هتعمل كالآتي: اول حاجة تستمر على نفس النهج اللي انت ماشي عليه، او نفس الفيديوهات او نفس التخصص. مثلا كنت بتخصص على شروط الربح من اليوتيوب، تمام، تكمل على شروط الربح من اليوتيوب، ولا تروح مثلا للانستجرام ولا واتساب ولا فيسبوك ولا الكلام ده كله. تخصص في يوتيوب. واجهتك مشاكل يوتيوب تطلع تشرحها للناس، واجهتك مع شروط الربح تطلع تشرحها للناس، معرفش ايه تبدأ تشرح للناس. كده هتبدأ تاخد اليوتيوب يفهم الخوارزمية بتاعته، يفهم ان انت بقيت في تخصص واحد، ويبدأ بإذن الله يقترح الفيديوهات الجاية كلها للناس الجاية. وبإذن الله كده هتكمل تخصص واحد. وتاني حاجة يا جماعة، الفيديوهات كانت ضعيفة، وبرضو المدة كانت قليلة بتاعة الفيديو. تعالوا نشوف مع بعضنا كده. لو جينا عند الأقدم، تمام، هتلاحظوا أول فيديو 39 ثانية، وتاني فيديو دقيقة و5 ثواني، وتالت فيديو دقيقة و19 ثانية، ورابع فيديو 12 دقيقتين و12 ثانية. بص يعني يا جماعة، لو شفتوا كله دقايق، يعتبر لو عدى دقيقة أو دقيقتين يبقى كده حاجة إنجاز. لكن بص كله دقايق كله دقايق. مفيش غير فيديو اللي هو 5 دقايق بتاع افضل برنامج لتسجيل الصوت اللعبة وصوتك، ده اللي هو يعتبر 5 دقايق. لكن بصوا يا جماعة، ليه يعني اللي انا مدة الفيديو تكون كبيرة؟ هقول لك ليه. يعني بإذن الله لما ربنا يجي يكرمك زي مثلا فيديو زي ده، تمام، جايب عندي 6300 ألف 300 مشاهدة، 6300 مشاهدة، زي ما انتم شايفين جايب دقيقتين و14 ثانية. طب دول يجيبوا لي كام ساعة مشاهدة؟ لو عدوا ال100 بحق، لأنك انت دلوقتي مدة الفيديو صغيرة، تمام. ادي ربنا كرمني في مدة فيديو صغير، وادي اللي بعده برضه صغير. لكن لو كان ربنا كرمني مثلا في فيديو زي ده، تمام، اللي هو مثلا دقيقة بتاع ظبط اعدادات قناتك 13 دقيقة، تخيل انت كان مثلا المشاهدات دي نفس الحاجات دي، زمان انا يعتبر اقل حاجة جايب 1000 ساعة مشاهدة. تمام. زي ما بقول لكم، فكرة ان مدة الفيديو بتكون مهمة
مهمة جدا، لانك باذن الله لما ربنا يكرمك في فيديو او فيديوهين يضربوا، يكون عندك المشاهدات تزيد، تمام، ويكون عندك مدة الساعة بتاعتك تزيد وتكبر مع الوقت، لانك طول ما المدة صغيرة الساعات بتاعتك هتبقى صغيرة زي ما كانت، زي ما هتروح، تمام. لكن لما تبقى الفيديو مدته كبيرة 13 دقيقة 10 دقائق، مش بقول لك احشي في الفيديو كلام وخلاص، لا، تبدأ مثلا تقدر تدي فيديوهات كبيرة، تتكلم بصوت كتير، مثلا تعمل كذا، توريهم أمثلة، الناس تبدأ تكمل معاك. تعرف مثلا فيديو زي ده يجيب لك الألف ساعة مشاهدة بسهولة، أو الأربعة آلاف ساعة مشاهدة بسهولة، والألف مشترك يجوا بإذن الله مع الوقت. لكن كل ما مدة الفيديو دقيقة دقيقتين، دي حاجة يعتبر بتدمر القناة بتاعتك بالبطيء. وتالت حاجة، ما كنتش بظهر بوشي، يعتبر دي من أكتر العوامل اللي ضايقتني على القناة. لو جينا عند الأقدم كده يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كل الفيديوهات دي ما كنتش بظهر بوشي. بصوا، دي كلها فيديوهات ما كنتش بظهر بوشي، كله كان صوتي بس. زي ما انتوا شايفين لو دخلنا أي فيديو، تمام، زي ما انتوا شايفين كده، تمام، صوتي بس اللي باين. طب هل ده ينفع الكلام ده؟ ينفع، واكيد هيعدي من سياسات اليوتيوب. بس لما الناس مثلا، انا كمشاهد هدخل الاقي مثلا انسان بيشرح لي او انسان بيتكلم معايا، تلقائيا هكمل الفيديو للاخر. لكن معلش، هدخل الاقي في الفيديو صوت بس، فاجباري هطلع وهقول لا ده صوت وما اعرفش، يمكن افتكره كذا ولا كذا. لكن الاحسن اطلع اظهر بوشي، اتكلم مع الناس، اشوف احتياجات الناس ايه عايزه، واشوف ده بيعمل ايه، واديهم النصايح واديهم المعلومات واديهم كل حاجه. المشاهد تلقائيا لوحده يكمل معاك الفيديو، تمام، ويشترك في القناه ويفعل الجرس. من فتره قريبه، تمام، لو جينا على الاحدث كده، من فتره قريبه اعتبر بقيت اطلع بوشي، تمام، زي ما انتم شايفين. مش هكدب عليكم اللي انا ما كنتش خايف، لا، كنت خايف من الكاميرا. مره مع مره، فيديو مع فيديو، بقيت اعرف اتكلم لوحدي قدام الكاميرا، بقيت اعرف اطلع كلام، ما بقيتش اتهته. هتلاقي برضه في فيديوهات قبل دي هتلاقوني بتهته، وبرضه لحد دلوقتي هتلاقوني بتهته، لاني لسه ما خدتش على الاستراتيجيه او الكلام قدام الكاميرا، تمام. تلقائيا هتلاقي نفسك كده. بس كمل، ما تيأسش، واطلع بوشك واظهر واتكلم مع الناس ووري نفسك للناس، وما تخافش من اي حاجه باذن الله. ورابع حاجة يا جماعة، ما كنتش بعمل الفيديوهات اللي الناس بتبحث عنيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلام ده يا جدعان من أسوأ الحاجات اللي دمرت قناتي. لأني أنا دلوقتي لو جيت عند الأقدم، بصوا، كله جماعة عن الواتساب، عن الفيسبوك، عن الانستجرام، عن معرفش ايه، عن ايه، ده كله الناس مش بتبحث عنه. بتبحث عنه في حاجات ضرورية. مثلا وقفت معايا اللي أنا مثلا عايز أرسل لواحد صورة مصغر، مثلا صورة بجودة عالية، تمام، هبحث على الفيديو كذا كذا كذا. لكن الناس مش بتبحث عن ده، بتبحث في الوقت اللي هي عايزاه. طب الناس بتبحث عن ايه يا امير؟ شوف انت ترنداتك، شوف حاجاتك، شوف الناس بتبحث عن ايه وبتتكلم عن ايه، واعمل زيهم، مش هتخسر حاجة. والله انا ندمان الثلاث شهور دول، زمان مفعل على الاقل 500 مشترك، لكن انا ما اجيبش ال 200 مشترك. لازم تحس بتعب وتحس باحباط، بس لازم تكمل وهتوصل باذن الله في اي يوم من الايام. لكن ما تيأسش وتقول لا خلاص وما اعرفش ايه، 3 شهور 4 شهور عدوا من عمري ما اعرفش ايه، كلام فاضي ده كله. لا، كمل وباذن الله هتوصل مع مرور الايام باذن الله، تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، تمام. لكن بدأت بعد كده يا جماعة، بصوا الأحدث كده، بدأت أجيب مثلا كلام الناس بتقدر تتكلم عليه، مثلا زي حققت شروط الربح، بص جاب معايا 80 مشاهدة. مثلا زي توصل 10 مليون مشاهدة ستورج، جاب 37 مشاهدة. الكلام بدأت أبحث عن الكلام الناس اللي بتبحث عنه. مثلا إيه؟ أي واحد فينا أكيد ما بحثش على اليوتيوب إزاي أحقق شروط الربح. أي واحد عايز يعمل قناة، أي واحد عايز يعمل منشأ محتوى، أكيد بحث إزاي أحقق شروط الربح على اليوتيوب. دي من 100% او اقول لك مليون في المية انت بحث واكتر من فيديو اتفرجت عليه. فعشان كده شوف انت في محتواك ناس ايه، مثلا بتبحث عن ايه، بتتكلم عن ايه. مثلا انا في الكورة، مثلا كريستيانو جاب هدف النهارده، الناس هتلاقيه تبحث عايزه تشوف هدف كريستيانو، عايزه تشوف هدف، تبحث انت تعمل فيديو كذا. معلش يا جماعة، اللينج لايت سخنت شوية فعشان كده اتطفت. تعالوا نكمل كلامنا. كنا واصلين لان اللي هو الناس بتبحث عنه. يعني ملخص الكلام يا جماعة، اسمه ده، تشوف الناس بتبحث عن ايه وتعمله، مش تشوف نفسك انت عايز تعمل ايه وتعمله، لا، تشوف الناس بتبحث عن ايه في مجالك وفي كل حاجة عنك او في اي مجال بتاعك
وتشوف هل ده بيبحث عن كذا، ده بيبحث عن كذا، فشوف الناس بتبحث عن ايه واعمله، اديله خاصة الكلام اللي عايز اقوله لك. وخامس حاجة يا جماعة، مفيش تطوير في الفيديو بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بصوا زي لو جينا كده على الاقدم حاجة، تمام، بصوا الصورة مصغرة كان شكلها ازاي، تمام، شوف الكلام ده كله. يعني يعتبر الصورة المصغرة حاجة مش احترافية. لو انا كمشاهد وشفت الكلام ده مش هدخل على الفيديو بسبب الصورة المصغرة والعنوان. بص مفيش تطوير في الفيديو، تمام. لو دخلنا على فيديو يعتبر هو يعني بص داخل بالسلام عليكم وازيكم يا حبايب قلبي وما اعرفش ايه، وهو الناس اصلا اول مره تشوفني. يعني ازاي اعمل الكلام ده ولا اسلم على الناس وهي اول مره تشوفني؟ لازم ادخل يا جماعه بهوك قوي او مقدمه قويه. مش جاي اتعرف على الناس هنا، مش جاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا الكلام ده. لا، انا جاي ادي المعلومه بتاعتي وادي الكلام بتاعي للناس وطالع على طول من الفيديو. والناس داخله كده، داخله تشوف المعلومه وداخله تشوف الفيديو طالع على طول. مش هتتعرف عليك هي ولا هتقول مين ده ولا بالكلام ده. لقيتك بتشرح حلو بتتكلم حلو، احلى اشتراك واحلى لايك واحلى تعليق. هتلاقي مثلا بتعمل كذا وبتعرفنا على كذا، عندي كذا سنة وما عرفش اسمي ايه ومن محافظة ايه. ما اجبار هيطلع لوحده الواحد داخل على الفيديو ده بتاعك، داخل يشوف المعلومات، داخل يشوف الحياة اللي هو عايزها وماشي على طول. مش داخل يتعرف على ابن اخته هو ولا الكلام ده. تمام، زي ما وريتكم وكده. وهنكون بعد كده هندخل على سادس حاجة. وسادس حاجة وهي الأخيرة، كنت بنزل فيديوهات عشوائية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كنت بنزل فيديوهات وخلاص. كنت بنزل يوميا. لو جينا على الأقدم زي ما انتم شايفين كده يعتبر يوميا. لو دخلنا على أي فيديو هتلاقوه لوحده يوميا كنت بنزل حاجات. أول حاجة ناس مش بتبحث عنها. تاني حاجة كنت بعمل الصورة مصغرة والعنوان معفنين. تالت حاجة فكرة الفيديو من جوا والشرح بتاعي كان حاجة يعتبر أنا لو كمشاهد مش هسمعها. تمام، زي ما انتم شايفين. بص الفيديو ده 5 ديسمبر. جينا الفيديو اللي بعده، تمام، السلام عليكم 6 ديسمبر. تمام، هنجي على اللي بعده، تمام، 7 ديسمبر. يعني يعتبر كنت بنزل كل يوم فيديو لمدة 3 شهور. تمام، انت بتنزل 3 شهور بس بالاستراتيجية اللي قلتها في الفيديو او بالخطة اللي هقولها لك في قبل نهاية الفيديو، بإذن الله في الثلاث شهور دول تكون حققت الربح. انا ضيعت 3 شهور من عمري بيعتبر على الفاضي، رميتهم بسبب صناعة المحتوى دي. تمام، يا ريت كده هنكون باذن الله خلصنا 6 الاخطاء اللي قلتها لكم. وباذن الله تابعوا الفيديو للنهايه عشان هقول لكم عن حل لازم اجباري انتوا تعملوه عشان تبدا القناه بتاعتكم تترفع واحده واحده. باذن الله هقول لك عن 6 خطوات لو اتبعتهم صح هتكسب في ال3 شهور دول. اول حاجه يا جماعه تكون متخصص في محتوى واحد او في مجال واحد. لانك اول ما هتتخصص في محتوى واحد او في مجال واحد، الخوارزمية تلقائيا هتفهم القناة بتاعتك وهترشحها للناس الصح. وهيبدأ الناس الصح دي صح هتبدأ تشاهد الفيديو وتبدأ تعمل لك مشاهدات وتعمل لك اشتراكات وهتعمل لك لايكات وتعليقات. كده انت يعتبر صبحت قومت القناة بتاعتك في مراحل بسيطة من أقل من شهر أو أكتر من شهر على حسب ما القناة ما تقوم. وهو كل الكلام ده برزق ربنا، بس انت لازم تبدأ تكمل لحد 3 شهور أو 6 شهور وتشوف النتائج بتاعتك هتفرق قد كيف، هتطلع ولا هتنزل. تمام. تاني حاجة اعمل فيديوهات مفيدة والناس تبحث عنها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اشوف الناس بتبحث عن ايه او بتعمل ايه واعمل زيهم. واشوف مثلا انا دلوقتي في مجال الكورة، اهداف كريستيانو رونالدو هتلاقي كتير بيبحث عنها في الشرح بتاعي. ناس كتيرة بتبحث عن حقوق عن ازاي احقق شروط الربح، ازاي اوصل ل1000 مشترك، ازاي اوصل ل4000 ساعة مشاهدة. ده كله الناس بتبحث عنه. انا لو استغلت الكلام ده هتلاقي مشاهدات عندي، مشتركين، لايكات، تفاعل في القناة. هتبدأ القناة لوحديها واحدة واحدة تبدأ تطلع فوق. لكن ما عملتش الكلام ده هتلاقي القناة لوحديها بتنزل. اخدت مثلا بكلامي عملت انا مثلا اي حاجة فيديوهات وبقيت انزل كل يوم فيديو زي ما غلطت في ال3 شهور ونزلت صح كل يوم فيديو والناس مش بتبحث عن الحاجة دي. يا ترى ايه هستفاد؟ ولا هتستفاد حاجة. يعتبر هتاخد ال3 شهور تعب وهلاك عليك وهتتعب بسبب المشاهدات واللايكات والاشتراكات، مفيش الكلام ده كله. فهتلاقي نفسك تعبان ومش هتقدر تكمل في اليوتيوب. لكن ده حاجة غلط. انا دلوقتي ال3 شهور تعبت فيهم صح وما كنتش انزل الشارع
ولا كنت انام كويس، وكل شويه اشوف الاحصائيات بتاعت القناه واعمل كذا واندم وازعل والكلام ده كله. بس باذن الله تكمل، وباذن الله ربنا هيرزقك في اقرب وقت باذن الله. اكيد ربنا مش بيضيع تعب حد او تعب انسان من الناس، اكيد مش هيضيعه على الفاضي، اكيد بيديك، بس الصبر بيديك كل حاجه بعديه. زي ما بيقولك الصبر مفتاح النجاح عشان تكونوا عارفين. 3. حاول تبدأ تظهر بوشك عشان الناس تبدأ تثق فيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بقيت اظهر بصوتي، الناس ما كانتش بتثق فيها، بقيت اظهر بصوت بوشي وبصوتي وبشكلي، الناس بقت تثق فيها. في تعليقات كانت تجيلي، وفي تعليقات بتقول لي ازاي احل كذا، والناس بتكمل الفيديو بسبب اللي انا طلعت بوشي. يعني الكلام ده هل ده بيفيد القناة؟ ده مليون في المية بيفيد القناة، لان الشخص اللي داخل عايز يشوف بني ادم، عايز يشوف انسان قدامه، مش عايز يشوف مثلا صوت ولا روبوت ولا ذكاء اصطناعي ولا الكلام الفاضي ده كله. لكن تطلع بوشك بكلامك بوشك انت، الناس تبدأ تتفاعل معاك، تثق فيك، تشوف قناتك، تشترك في قناتك، تبدأ بقى تبني جمهور، قاعدة جمهورية ليك، وهتبدأ لوحدك بإذن الله فترة مع فترة تبدأ تبني الجمهور بتاعك وتبدأ تبني التفاعل بتاعك. 4. اعمل فيديوهات اللي الناس بتبحث عنها. كذا مرة يقول لك اعمل فيديوهات عن الناس بتبحث عنها، ودي لازم بكررها لان هي دي اللي هتجيب لك التفاعل في القناة والمشاهدين والمشتركين وكل حاجة. لانك انا دلوقتي جبت حاجات ناس بتبحث عنها، هتبدأ الفيديو ناس تخشه عجبها الفيديو ده تشترك، تستنى منك فيديو تاني، هتبدأ تنزله انت، يروح اللي اشترك في الاول يبدأ يشاهد الفيديو، مشاهدة مع مشاهدة المشتركين تزيد، التفاعل يزيد، اللايكات تزيد، كل حاجة تزيد معاك، وبإذن الله ربنا يكرمك على طول بإذن الله. 5 حاجة تطور من كل فيديو. يعني مثلا غلطت في الفيديو ده، تمام، ما عملتش فيه صورة مصغرة حلوة ولا عنوان، الفيديو اللي بعده اطور فيه. الفيديو اللي بعده مثلا غلطت في المونتاج، غلطت في الصورة المصغرة والعنوان، ابدا الفيديو اللي بعده اطور في المونتاج واطور في اسمه ده في الفيديو، واطور من جوا الصورة المصغرة والعنوان، ده كله لازم تطور من نفسك. مرة على مرة هتبدأ لوحدك تلقائيا، هتبدأ تشوف انت الغلط ايه في الفيديوهات وتبدأ انت تصححه لوحدك. بس لازم في الاول هتتعب لحد ما تشوف ايه الغلطات، وهتبدأ بإذن الله تصلحها تلقائيا لوحدك خالص. وسادس حاجة اللي هي الأخيرة، تنزل على الأقل من 5 فيديوهات، من 4 فيديوهات قصدي ل5 فيديوهات في كل الأسبوع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي مثلا أنت محتواك جيمنج، ما ينفعش تنزل كل يوم فيديو، لازم تستنى 3 أيام، مثلا كل 4 أيام فيديو، تمام، يعني في الأسبوع حركة 3 فيديوهات. مثلا محتواي أنا أقدر أنزل كل يوم فيديو، بس أنا مش بعمل كده لسبب حاجة واحدة بس، لاني لازم ابحث، اشوف الناس بتبحث عن ايه واعمله في الفيديو بتاعي، اشوف المشاكل بتاعت الناس وابدا احلها في الفيديو بتاعي، اشوف كل ده لازم ابدا انا اعمله وافكر من دماغي واشوف الناس بتعمل ايه او بتبحث عن ايه عشان ابدا اطلع اقوله في الفيديو او اتكلم عنه في فيديو لوحده. بعد كده الناس هتبدأ تلاقيها تلقائيا بتتفاعل معاك وتدوس اللايكات والاشتراكات، وهيبدأ يثقوا فيك زي ما قلنا، لانك انت دلوقتي بتعمل لهم الطلب بتاعك. مثلا وقعت في مشكلة لقيت حد حلها لي، تلقائيا هاخد رقمه، هتسحب عليه، مثلا هتكلم معاه، هيبقى صاحب لي، يعتبر كده اليوتيوب. انا دلوقتي دخلت على قناة حلت لي المشكلة بتاعتي، بعمل لها اشتراك، بتبقى صاحب لي. اي مشكلة بخش على القناة ببحث عليها، بشوف هل المشكلة موجودة، بشوف لو مش موجودة بطلع على فيديو تاني، موجودة بسمع الفيديو للآخر وبستفيد من المشاهدات بتاعتك أو من الفيديو بتاعك. فعشان كده بقول لك لازم تنزل على الأقل فيديو أو 4 فيديوهات، أو الفيديوهات اللي الناس بتبحث عنها على اليوتيوب. وكده باذن الله نكون اديناكم كل النصائح وكل الاخطاء اللي كنا بنعملها، ويا ريت تتبعوا كل الكلام اللي قلته في الفيديو. وباذن الله الفيديو يعجبكم، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه حبايب قلبي، سلام.